ما كنتش عارف أنام، كوابيس صعبة جدًا، صور بترجع لي مش عايزة أفتكرها بس قدامي طول الوقت. كنت حاسس إني رجعت تاني لليوم المرعب ده، الريحة، الأصوات، كله كان حقيقي جدًا. حاولت أنزل وأعيش يوم طبيعي بس ما قدرتش أبقى وسط الناس. دي أصوات ناس بيعانوا من اضطراب ما بعد الصدمة PTSD. تقريبًا كل الناس بيمروا بحدث صادم في وقت من حياتهم. أغلب الناس بيتضايقوا ويتعبوا بعد الصدمة مباشرةً، لكن مع الوقت بيتحسنوا. بس في ناس تانية الإحساس ده بيفضل معاهم ويظهر عليهم أعراض بتأثر فعلا على حياتهم. بالنسبة لهم كأن الصدمة لسه بتحصل طول الوقت في كل مكان، حتى بعد ما الحدث بخلص بكتير. المقصود بالصدمة لما بنتكلم عن PTSD هي تجربة مرعبة ممكن تكون حسيت فيها إن حياتك في خطر، إنك اتأذيت أو خايف جدا تتأذي. ممكن تكون شفت الصدمة بتحصل لحد أو سمعت إنها حصلت لشخص بتحبه. وكمان المسعفين والأطباء والشرطة ممكن يصابوا بالاضطراب من تكرار تعاملهم مع الحالات الصعبة. التشخيص بيتم من طبيب مختص لو مريت بصدمة صعبة عليك وكان عندك أعراض معينة لأكتر من شهر، من 4 مجموعات رئيسية. أولا، إنك تحس إنك بتعيش الصدمة تاني reliving أو re-experiencing. 2، التجنب avoidance. 3، تغييرات سلبية في المزاج والأفكار negative changes. 4، الاستثارة والانفعال arousal and hyperactivity. الأعراض ممكن تظهر بعد الحدث بشهر أو 2، وفي حالات بتتأخر لأكتر من 6 شهور. ممكن ناس تتعرض لصدمة وما يحصلهاش اضطراب ما بعد الصدمة، لأن الناس بتعيش وبتتأثر بطرق مختلفة. وكمان في عوامل بتفرق في مدى تأثير الصدمة، زي حجمها وظروفها، الرعاية بعد الصدمة، هل الشخص اتنقل المستشفى أو كان في حد يطمنه، الشخص نفسه كان عنده قابلية أو كان عنده أمراض تانية زي الاكتئاب أو القلق. لو حصل لك أعراض اضطراب ما بعد الصدمة ده مش معناه إنك ضعيف، ناس كتير قوية وشجاعة بيتأثروا بيه، وكمان له علاج وممكن تطلب المساعدة. في علاجات مثبتة بتساعد الناس يتعاملوا مع الصدمة ويغيروا طريقة تفكيرهم وإحساسهم تجاهها، زي العلاج السلوكي المعرفي CBT، علاج التعرض المطول prolonged exposure EMDR، وأوقات العلاج الدوائي تحت إشراف طبيب مختص حسب تقييم الحالة ومرحلتها. قدرت أرجع أعيش تاني، اضطراب ما بعد الصدمة صعب بس في أمل. ده كمان صوت شخص كان مصاب بالPTSD. اتكلم مع مختص واطلب المساعدة لأن العلاج بيفرق فعلا، تقدر تغير حياتك.